انا عايزك تركز معايا شويه ويعني وتعيرني انتباهك. ايا كان مين اللي اخترع الكوره فهو كان راجل هايف وتافه، وسيحاسب وسيسأل. واحد يقول لي ايه ده، يعني احنا بنتفرج على الكوره سنحاسب وسنسأل؟ اقول لك لا، احنا في اهلي وزمالك جم، وفي ريال مدريد وبرشلونه وانتر ميلان واي سي ميلان وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، فلقينا حاجه فيها شغف لينا وبتاع وبنتحمس واحنا بنتفرج عليها. انما انت اللي اخترعتها. انت كنت مكتئب وكنت بائس وكنت فاضي وكنت راجل فارغ. انت كنت راجل فارغ. الناس كلها كانت اللي بيزرع واللي بيصنع واللي بيشوف اختراعات واللي بيخترع الجاذبيه واللي بيخترع الطياره واللي بيخترع التليفون الارضي وانت راح تخترع لي حاجه مدوره تجري وراها انت وشويه هايفين. ليه اصلا تخترع الكوره؟ ليه اصلا؟ ليه؟ الزمالك يتعادل مع البنك الاهلي بهدفين لمثلهما. لغه عربيه فصحى بقى. بيصيروا يا جماعه، يا جماعه هتقولي كاس مصر، ما انا عندي نهائي كاس مصر امشي، لسه فاضل شهر على كاس مصر. هات اي حد، هات كابتن طارق مصطفى اللي خد مين النهارده 2 بونت ده، اللي خسرني 2 بونت ده، هاتوا. هات كابتن طارق مصطفى يا جماعه بقى، ابوس ايديكوا بقى. مشوا الراجل ده بيلعب ب3 مدافعين قدام البنك. امال يا ربنا، وجاي الدقيقه 81 يطلع الزنانيرو وينزل سيف جعفر. برضه زي الماتش اللي فات بتاع المصري، برضه بيغير الخطه لا، وبيبدا يلعب بقى ايه ب2 بس، وبيزود واحد في نص الملعب في الدقيقه كام؟ دونجا، لماذا تلعب كره القدم؟ انت بقى مش انا بتكلم الاولاني اخترعها ليه؟ انت بتلعبها ليه؟ بتباصي غلط، مهاري مش مهاري، بتشوط ما في، بتشوط شوطه كل سنه وكل ما تجيب جون تقعد تعمل كده بس. يا دونجا مع كامل احترامي وتقديري لشخصك يا دونجا، ارحمنا بقى والله العظيم. يا جماعه فين محمود جهاد؟ يا جهاد انت فين يا ابني؟ يا جماعه احنا تعبنا والله واحد يقول لي بس يلا ضحك الاهلاويه، كتك 60 وكسه. عارف الوكسه؟ اتوكسها بقى. جبت جون في الوقت بدل الضايع، خلاص. قانون الكوره بالنسبه للفرق الكبيره، انا جبت جون في التوقيت ده، شكرا. لكن خوفه وتكهكره، هو عارف البنك هيفتح العب انا بقى على المرتدات، استغل بقى انا. لا، ده كان مجهز بره الونش، الا ما لحقش ينزل. ده ما لحقش ينزل قمت لابس التاني. يا صلاح يا مصدق، ده انا بقول فيك شعر. ده انا عشقت المغرب لاجلك يا صلاح. يطلع عيل اقصر منك قد كده يا صلاح ولسه نازل ومدافع. شوف طارق مصطفى منزله عشان ايه، ويحطها بدماغه كده، عواد بيصدها لفوق، سمكه في الميه. فانت يا سيف يا جعفر يا اللي لسه نازل، حط جسمك قدامه، خليه يشوطك بس ما يشوطش الكوره، خليه يدخل بيك في دماغه يفلق ظهرك نصين. لا، خاف وعمل كده، قام دخل يا النور بدماغه بعد ما جبت الجون بدقيقه. طب يا جماعه، طب ده يرضي مين طيب؟ وضربه الجزاء يا حكم، بص، واحد هيقول لي عيط بقى، يلا عيط على التحكيم. انا مش عارف يا ضربه الجزاء ليه. هتقولي لو على التدخل ده بيحصل في اوروبا بيحصل في اوروبا كل ساعتين وما بتتحسبش فاول ولا بيلن. لمسه يد مش واضحه بالنسبه لي والله ما شايفها. تاني اهو، اقسم بالله ما برمي حاجه على التحكيم ولا بتبع المظلوميه، بس انا عايز افهم. يعني انا عايز افهم دي بيلن ليه؟ يعني حد يقول لي دي بيلن ليه؟ الفرق بيني وبين الاهلي بقى 6 بونت، وبيني وبين بيراميدز بقى 7 بونت. عايز بيراميدز على الاقل يخسر ماتشين ويتعادل ماتش، والاهلي يخسر لي ماتشين، بشرط ان انا ما اخسرش ولا اخسر ولا نقطه. وده هيحصل في الملاهي طبعا، احنا فاهمين ده. هلاعب سيراميكا وهلاعب بيراميدز وهلاعب فاركو وهلاعب ده ناقص لاعب قوم عاد في الشويه اللي جايين دول. طب هل فيها مركز تاني طيب؟ طب هل فيها، استنوا حلقه منيله ب 3000 نيله على اليوتيوب بعد قليل، والسلام عليكم. جماعه الفرقه حلوه وانتوا كلكم حلوين، وعمر جابر رايق وكله حلو، كلكم، ودونجا عظيم، يا سلام، كل حاجه. السلام عليكم.